السلام عليكم، أسعد الله مساكم بكل خير. خذ الجديد من شركة دوحة ستيل. شركة دوحة ستيل في 25 أتحفونا، كل مرة يعطونا شيء جديد، صراحة تصاميم ولا غلطة. هذا الجديد عندهم، الإصدار الجديد أول مرة يفصلونه، اللي هو بدي الموتر يعدلون عليه. أكثر الناس اللي تعدل موترها وتشيل البدي ما تستغله. طبعا البدي يجيك فاضي، التعديل بالكامل عندهم في شركة دوحة ستيل. يفصل لك شاصي حق البدي على الحجم بالضبط، نفس حجم السيارة، نفس شاصي السيارة، مع الأمامية، مكان حق التحميل حق الجنريتر، قواعد تحت حق الخزانات، خزانات الماء. ما يعدل لك في البدي أي شيء، كل الشغل فوق البدي الألمنيوم، وتحت يرتب لك الشاصي ويعدل لك إياه. شوف شلون يسوي لك إياه فت مع التواير مع البدي. طبعا حسب طلب الزبون، من داخل يكون فاضي، يعني يكون مكان تخزيني، وفوق عندك سلة حق الأغراض، وعرشة يمين ويسار، وطاقة شمسية مع كشافات مع إضاءات، داير ما يدور الكابن، وفي مكان حق سلندرات الغاز، ومكان ثابت حق اللي هو ماكينة الكهرباء، وعندك اللي هو الله يسلمك خزانات 20 لتر 20 لتر 2، ومخارج كهرباء 220 فولت مع مدخل حق خزان الماي اللي موجود فيه 1000 لتر. خزان كبير جدا، وطبعا مخرج ماي حار وبارد. الباب الأول اللي هو خاص حق الكهرباء، في عندك اللي هو بطارية 200 جل محول 4000 واط، وعندك السولار، وعندك باتري تشارج، وسخان الماي، مكان حق السوكتات، ومخرج كهرباء، والتحكم في الإضاءة، وجيج حق خزان الماي اللي قلنا 1000 لتر في بطن خزان ماي. وطبعا هذا القاطع اللي هو السيفتي الثاني، اللي هو الباب اللي يفتح لك على البدي. شو البدي من داخل طبعا فاضي حسب طلب الزبون، وإضاءات اللي الداخلية اللي إضاءات الليد الوتر بروف، مكان تخزيني كامل، تحط خيامك، تحط أغراضك، كل شيء حق الكشتة. الباب الخلفي طبعا يتبطل على تحت، وعندك اللي هو باب بعد ينفتح على فوق حسب اللي هو استخدامك حق التخزين. تقدر تفتح البابين، يصير عندك مساحة دخول وخروج واسعة. طبعا شوف الأقفال المستخدمة ستانلس ستيل بالكامل مع الأقفال. ومن جهة اليمين نفس الشيء، عندك الباب. طبعا تقدر تتحكم في التوزيع الداخلي، هاي مثل ما تبي. فيه اللي هو الدرج التلسكوب الاسترالي، علشان إذا بتحط أغراض فوق. هذا الدرج التلسكوبي، وفي مكان فوق سلة. طبعا حاطين لك المولي في كل الاتجاهات على كل صوب حق التثبيت، إذا بتثبت لك أغراض وهالأمور، قلوص، طفاية حريق، أي شيء من هالأمور هذه تقدر تستخدمها. وفي عندك اللي هو مخرج ماي حار وبارد ميكسر، هذا مكانه. تعبئة خزان الماي هاي المكان 500 لتر 500 لتر حق كل خزان، اللي هو فيه بطنه 1000 لتر ماي. نظام مسوينه حق مخرج الماي انك تقدر تفكه وتركبه على طول في نفس التركيب. وهذا هو الهوز علشان الشكل الخارجي، وقت ما تمشي تبطله يكون شكله الخارجي. ثاني بعد نفس الشيء، في مخرج شيء موجود. برويكم الشاصي من داخل. طبعا هاي شغلهم بعد الشاصي، تفصيل الشاصي. هذا الشاصي مع ريش، والريش على حسب الحمولة اللي انت تحتاجها. شو الحمولة اللي انت محتاجها يزور لك عليها ريش. طبعا لا ننسى الرنقات الامريكية السيريس الاوف رود، وعليها ضمان 2 تعطيك الطابع الجمالي والشكل اللي هو الاوف رود. وكان خزان الماي، خزانات الماي بعد من تحت موجودة. طبعا لا ننسى السيفتي، السناقل السيفتي موجودة. الرمانة اللي هي الاوف رود السيفتي اللي تدور معاك 360 درجة، والجيكات اللي هو الجيك الثابت والجيك المتحرك بعد موجود. وطبعا ووتر بروف بالكامل علشان الماء والأقبار وهالأمور هذه والمطر. وصلنا عند الشيء المهم اللي هو السعر، وهذا أهم شيء في التصوير. الأسعار سلمكم الله تبدأ عندهم من 19500 ريال. طبعا هذا ألمنيوم بالكامل، وتزيد حسب الإضافات المطلوبة.
هذا اللي صورته لكم حاليا الحين طلع عليه تقريبا شيء و30 ألف. شو السبب؟ حط عليه إضافات زيادة، يعني طلب هالرنقات، هذه الرنقات الأمريكية حجم 17، هذه أغلى شوي من الرنقات العادية. خزان الماء من 500 لتر خلاه 1000 لتر. مكان حق اللي هو ماكينة كهرب، بتضيف ماكينة كهرب، بتزيد مكان حق اللي هو سلندرات الغاز. الإضافات هذه اللي مطلوبة، نوع البطاريات اللي مركبها، نوع يعني الشغلات هذه اللي هي تزيد السعر. حلو صراحة، روعة صراحة، حلو على الطبيعة صراحة. يعني اللي عندهم حوض ولا عنده شيء ولا مو مستغله يقدر يستغله حق هالشيء، حق كشتات، حق هالامور. اذا عندك انت موترك اوريدي اصلا مسويه انت كامبر او مسويه عندك الجمس، تقدر هاي تخليه ستورج لك، تسحبه وياك، تخلي كل الاغراض فيه. طبعا تقدر انت تفنن في الاشياء الاضافيه، كل واحد يقدر يحط الشيء اللي يبيه. الله يبارك حق راعيه ويعطيه خيره ويكفي شره ان شاء الله.